سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين بخير؟ تنتمنى الكل يكون بخير يا ربي. البنات، قبل هذا الفيديو هذا اللي حاليا انا تنتكلم فيه تنهضر فيه، قبل ما غادا نحطو واحد الفيديو قبل منه حطيته على الكريم ديال دالفور. الكريم ديال دالفور يعني غني عن التعريف. اظن كل شيء ولا تعرفوه. هاد الكريم تيقولوا تيحيد الكلاف، تيحيد حب الشباب، تينقي البشره، يعني تعطيها واحد البياض يعني هائل كيف ما تنقولوا. المهم البنات، انا هضرت على هاد الكريم قلت لكم يعني كنصيحه كنصيحه، يعني كيف ما شافت عيني جربوه بعد البنات. صراحه في الاول وافقهم، ومن بعد يعني رجع ليهم بواحد الرجعه يعني اللي كانت يعني خايبه بزاف. والمهم جاتني تعاليق بزاف على هذاك الكريم، تيقولوا بان الكريم لا زوين هذا. انا شنو قلت يعني شفت البنات خرج لهم على وجههم صراحه. قلت يمكن كل واحد وبشرته. انا صراحه جربته باش ما نكونش كذب، وكذلك انا خرج لي على الوجه ديالي، ولكن الحمد لله انا ما طولتش فيه بزاف، يعني درتها واحد المده ولكن دار لي الحساسيه وداك الشيء صافي حيدته. المهم البنات، بزاف ديال التعاليق تيجيوني على هذا الكريم، قال لك لا زوين الكريم، اوكي الكريم هذا، يعني واحد التعاليق اللي النسبه قليله جدا اللي قالت لك الكريم ما زوينش. يعني قال لك كلامك صح، كلامك بصح اختي، يعني الكريم ما زوينش وخايب وخرج لي على وجهي. واحد الفئه كبيره، ولكن هذيك الفئه انا متاكده انهم يعني غيكونوا التجار ديال هذا الكريم اللي تيبيعوا يشريو في هذا الكريم، لان اكيد ما غيبغيوش واحد يخيب لهم السلعه ديالتهم وهذاك الشيء. المهم هما اهم شيء عندهم انهم يستافدوا، ولكن باش يخافوا على عباد الله عندهم عادي. المهم البنات، انا تنعود وتنكرر بهذاك الكريم ديال دالفور، يعني راه خايب بزاف. الا بغيتي تدمري البشره ديالك، بغيتي يعني تعطيها الدمار الشامل وما غتلقيش ليه الحل، هو انك تستعملي هذاك الكريم. متفقه معاهم في الاول تعطيك نتيجه زوينه، تيبيض لك البشره ديالك، تينقي لك الكلاف، يعني هاد الهضره هادي غادي تعجبكم صراحه. ولكن اين فوا غادا تقطعي الكريم غادي يرجع لك داكشي مضوبل بالاضعاف، بعشرات الاضعاف، ماشي يعني ضعف ولا ضعفين ولا لا، يعني كارثه عظمى. هذاك الكريم صراحه انا ما فهمتش فيه شي سر، يعني ما صراحه ما فهمتوش. كاينه واحد الاخت يعني اظن من دول الخليج، مشات قالت لك دارت لي هذاك الكريم، داتو المختبر، ومهم لقات فيه شي ماده اللي هي خطيره، ودكتور الجلديه قال لها يعني هذا الكريم هذا راه يعني لا اله الا الله. المهم البنات، انا نصحتكم اللي بغات ديروا واللي ما بغاتش ديروا شغلها هذاك. المهم انا نصحتكم ان هذاك الكريم يعني راه تدمر البشره لواحد الدرجه ما تتصوروش. راه تيحرقها. عرفتي شنو هو ملي الوحده تتقطع داك الكريم؟ يعني راه مسكينه، حتى الصابون باش تغسل وجهها الصباح ما تتقدرش، صافي ما تتقدرش على الصابون. يعني هذاك الصابون تيحرقها لواحد الدرجه يعني ما تصوروش. يعني تولي وجهك محسس، تولي المشكله تيخلي واحد ثقب، تولي الوجه ديالك مثقب، يعني تدمر البشره. انا تنعاود نقولها لكم، وكل واحد والراي ديالو. المهم البنات، باش ما نطولش عليكم، بالنسبه لدابا حنايا دابا حاليا في هذا الجو ديال الجو بارد، يعني احنا في شهر 12، يعني احسن اشهر انكم غتستغلوا فيها هاد الكريمات اللي غادي نوريكم دابا، انها تتحيد لكم الكلف، انها تتقشر لكم البشره. يعني هاد الاشهر، هذه الاشهر البارده، يعني الانسان يستغل فيها هاد الكريمات اللي غنوريكم. فيك الكلف ديال الحماله ما بعد الولاده، حب الشباب اللي فيها الحبوب، اللي فيها بقى فيها لاطراس ديال الحبوب، اللي بغات يعني دير تقشير، اللي بغات دير. المهم هاد الكريمات اللي غنوريكم دابا احسن عوض غديروا داك الكريم دالفور اللي غيخرج عليكم، واصلا تيبيعوه الناس بثمن باهظ جدا. هو اصلا رخيص جدا
عندنا هنا في دول الخليج، وهنا تما عندكم في المغرب وما عرفت يعني في دول تانية يمكن يبيعوه لكم غالي. المهم البنات انا غنوريكم هاد الكريمات اللي تنتمنى اي وحده تستعملها، ولكن هاد الكريمات تتبغي واحد الخطوات كيفاش تستعمليه. الا استعملتيهم غلط غادي نرجعوا عليك حتى همايا غتستعملوهم يعني. المهم البنات نكمل معكم فيديو، قطعته وقفته. المهم البنات الكريمات اللي بغيت نوريكم في الوقت الحالي اللي تنتمنى كاع البنات يستغلوا هاد 4 شهور ديال الجو بارد، باش البشره ديالتكم ان شاء الله وقت الصيف وداك الشيء تكون بشره نظيفه وزوينه وتتعطي واحد البغيونس فن غزال. المهم البنات الكريم هو كريم، هذا الكريم ديفيرين، بلاتي نبينو ليكم نتمنى يبان. كريم ديفيرين، كريم ديفيرين اظن غني على التعريف، راه كاينين بزاف البنات يعرفوه. المهم هاد البنات هاد الكريم ديفيرين يعني تنتمنى انكم تستغلوه في الوقت الحالي في هاد الجو البارد. هذا تيحيد الحبوب، تيحيد ليطاج ديال الحبوب، تيحيد الكلف، تيقشر غزال. المهم البنات هذا عرفتوه للشليق، قلت لكم اشنو كاين. وكاين هذا هاي كوين كريم تفتيح البشره، هذا غزاله بنات لتفتيح البشره. اللي بغات تفتح البشره ديالتها تعطي واحد اللمعه زوينه للبشره، يعني اللي بغات يعني شويه ديال الابيض وهداك الشيء تدير هذا غزال. انا تنخلطو مع الديفيرين. وكاين هذا المرطب هذا تا هو غني على التعريف، كريم مرطب زوين. هاد بيبانتين البنات تا هو يغزال. المهم البنات هاد 3 الكريمات في الوقت الحالي في هاد الاشهر اللي ما دارتوش في هاد الاشهر صراحه طافتها بزاف ديال الحوايج. يعني في وقت الفصل ديال الصيف وداك الشيء يعني البشره ديالتك ما شاء الله عرفتي تتكون غزاله. المهم البنات هذا كيف قلت لكم كريم مرطب وتيحمي حتى الجلد من الحساسيه وداك الشيء. المهم البنات هاد الكريمات 3 خطيرين كيف قلت لكم. المهم البنات تنعتذر منكم كل مره تنقطع تيجي عندي الوليد الصغير وتيبدا يغوت، هذاك الشيء علاش نقطع. المهم كيف قلت لكم هاد البنات هاد الكريمات 3 راه خطيرين بزاف، الديفيرين والهاي كوين وبيبانتين. الوقت الحالي هاد الشهور هادو ديال هاد البرد يعني حاولوا البنات تستغلوهم. اللي بغات تحيد لي طاج ديال الحبوب الكلف، المهم تفتيح البشره هذا غزالين بزاف. البشره ديالتك تتبقى صافيه وتتعطي واحد الكلو غزال يعني واحد البريو غزال. المهم البنات غير هي طريقه الاستعمال ماشي يعني ديروا مثلا الديفيرين تديروا منه واحد الكميه قليله جدا، يعني قد بحالاش قد الحبه ديال الحمص. شفتوا الحبه ديال الحمص هي اللي تديروا منها الكميه ديال الديفيرين. والهاي كوين نفس الشيء ما تقويوش منه. البيبانتين عادي لانه هو مرطب وزوين تحمي هذا حتى البشره. هذه مثلا نعطيكم الخطوات كيفاش غتستعملوا هذا الكريم ديال الديفيرين، لان هذا الكريم ديال الديفيرين الا استعملتوه يوميا البنات تحرق لكم البشره ديالتكم. مثلا البنات الا استعملتوه نهار 2 غتستعملوه كيف الخطوه اللي قلت لكم، غتستعملوه نهار 2 غتخليوه حتى نهار الاربعاء وتعاودوا نفس الخطوه. درتوه نهار الاربعاء غادي تخليوه حتى للسبت، يعني قد ما حاولتوا تبعدوا ما بين النهار اللي درتوه فيه والنهار اللي بعده ما بين 2 3 ايام استعملوه. فهمتوا كيفاش ولا نوضح لكم اكثر؟ يعني هاد الخلطه تستعمليها 3 المرات في الاسبوع. السيمانه ديريها غير 3 المرات. السيمانه الثانيه ديريها يعني تقريبا 3 المرات نفس الشيء. والسيمانه بحال الثالثه تقدروا ديروه 4 المرات. وانتم وغاديين وتزيدوا شويه يعني ما تكثروش، ماشي من الدقه الاولى تديروا واحد الكميه بزاف لانه هو يقدر يحرق لكم الوجه. فهمتوا؟ ولكن ملي تسمعوا هذه ديال يحرق لكم الوجه ما تخافوش من هذه الخلطه. هذه الخلطه الثلاثيه معروفه
اكثريه البنات اللي في الخليج يستعملوها، خصوصا اللي عندهم حب الشباب، عندهم هذا هو زوين. انا كان عندي حب شباب، هاد الخلطه هذه اللي وريتكم البنات، هذه عاطيها ليا وصفه طبيه، عاطيها ليا دكتور جلديه، فهمتوا؟ يعني اللي بغى البشره ديالته تكون اوكي وهذا راه غيستعمل هاد الخلطه. المهم ما بغيتش نطول عليكم، كيف قلت لكم بالنسبه للغسول ديال الوجه غادي تستعملوا اي غسول ديال الوجه اللي تيليق لكم نتوما، يعني حيت البشره ماشي بحال البشره. انا تنشوف بزاف ديال البنات تيديروا اشهارات ديال الغسول ديال الوجه، تيقول لك اوكي ما اوكي. هذا صراحه انا البنات انا شريت بزاف ديال الغسولات ومن بعد غنصورهم لكم، ولكن واحد الغسول هو اللي انا تنغسل به الوجه ديالي هو اللي تيوافقني. يعني اللي بغيت نوضح لكم ان كل وحده والبشره ديالتها، يعني ما تبقاوش متبعين هذا اوكي هذا اوكي. شوفي انت شنو اللي تيليق لك. مثلا انا نعطيك مثال، بحال واحد الصديقه ديالتي ما تيلق لها حتى شي غسول، ما شاء الله تتغسل غير بالصابونه ديال الطوس هي اللي تتوافقها. ملي تتحيد ديك الصابونه ديال الطاووس ما تيوافقها حتى شي غسول. المهم غسلوا كيف قلت لكم باي غسول تيوافق وجهكم. من بعد البنات ملي ديروا هاد الخلطه يعني حذاري انكم تطلعوا للشمس، حذاري. بغيتي تطلعي للشمس ضروري ديري الواقي ديال الشمس ديالك. ونفس الهضره اي واقي اللي تيوافقك تي، ما تبقايش تابعه هذا اوكي وهذا اوكي. شوفي انت شنو تتوافق البشره ديالتك. ولكن ان فوا تستعمليه بالليل، هاد الخلطه ديريها بالليل، الصباح تغسلي وجهك ضروري ديري مرطب. هاد الخلطه هذه تتبغي ترطيب، يعني اي مرطب عندك تقدري الصباح عاوتاني ديري غير بيبانتين بوحدو ترطبي به البشره ديالتك. انا عندي هاد المرطب انا غنوريه لكم بلاتي. عندي هاد المرطب هذا زوين، هو باش نرطب وجهي. هذا غزال، هذا تيوافقني انا تيوافقني. هاد المرطب هو اللي تندير لوجهي. اول ما تنفيق الصباح تنغسل وجهي مزيان، تندير هاد المرطب. الا كنت خارجه برا ولا هذا تندير الواقي ديال الشمس ديالي. المهم البنات بلا ما نطول عليكم، بغيتش نطول عليكم الفيديو ياخذ اكثر من الوقت. المهم كيف قلت لكم هاد الاشهر هذه هي اللي صراحه زوينه انكم تستغلوا فيها هاد الخلطه هذه، كيف ما تنقولوا الخلطه الثلاثيه. هاد الخلطه الثلاثيه الوقت الحالي زوينه. بلا ما نطول عليكم البنات الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي الاشتراك للقناه وديروا لي ابوني، ما تنساوش باش نصور لكم كل جديد. ان شاء الله الفيديو اللي من بعد هذا نقدر نصور فيه باذن الله المخاوير، حيت طلبوا لي البنات بزاف قالوا لي هزه علاش اللي ما تصوريش لينا المخاوير. انا غادا نصور لكم المخاوير الكاليتي الغزاله، ماشي هذاك الشيء صراحه اللي تنشوف ان البنات اللي تيدوا المغرب، لان صراحه هذوك المخاوير اللي تنشوف تيمشيو للمغرب وتيبيعوهم موديلات صراحه قديمه جدا وما تتعجبنيش. المهم البنات بسلامه عليكم، نشوفكم على خير ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو اخر، وما تنسوش ديروا لي اشتراك القناه. وشكرا، بسلامه.